باركيلي يا غادة، باركيلي. فين ماما؟ اهي جت. باركيلي يا ماما، باركيلي. خدوني في فريق الناشئين بتاع النادي الوطني، هاخد 40 جنيه في الشهر. 40 جنيه مش هتاخديهم حتى بعد ما تتخرجي من الجامعة وتاخدي الماجستير كمان. طب اهدى كده، ايه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ دول خدوني قبل الاختبارات ما تخلص. كابتن سيدي ياسين وقف الماتش ونزل يبارك لي بنفسه. شفتوا بقى؟ وكنتوا عايزيني اضيع الفرصة، صدقتوني؟ كان انت جبت اللبس ده ازاي؟ انا سلفته من واحد صاحبي. ده جديد يا يسري، التيكت لسه على الشرط. ما انا اخدت الفلوس من واحد صاحبي. واحد صاحبك هيديك 50 جنيه؟ انت اكيد اخدتهم من خالي. لا انا ما خدتهمش من خالي، انا ما روحتش عند خالي. كذاب. انت رحت هناك، عبده قال لي انك كنت هناك. لا انا ما روحتش. ايه اللي وداك هناك؟ ها؟ اللي دخلك اوضه المكتب. عبده قال لي انك قعدت في اوضه المكتب والحكايه واضحه زي الشمس. انا ما عملتش حاجه. انت اللي اخدت ال50 جنيه من المحفظه اللي كانت في الدرج. سكت ليه؟ اتكلم يا يسري، اتكلم. انا قلت لكم عايز لبس كوره، اتحايلت عليكم كتير، بقالي شهر بتحايل عليكم. انت خدتهم يا يسري؟ انت سرقت يا يسري؟ ابنك على اخر الزمن بقى حرام يا خيريه. حرام، ابنك على اخر الزمن بقى حرام يا خيريه. انا هردهم، اول ما هي هقبضها هرجعهم. تردهم؟ بعد ايه؟ بعد ما مراد اتهم الراجل الغلبان عبده وهو بايت الليله دي في السجن. عبده؟ لا عبده مسكين ملوش ذنب. انا بكره الصبح هروح لخالي واقول له على كل حاجه. انت تعمل عملتك وهو اللي يروح فيها؟ خالي كان غلطان انه اتهم عم عبده، انا عارفاه كويس. عم عبده اللي يمكن يسرق. ما هو ال50 جنيه راح وما فيش في البيت غير مراد وفريده، يبقى راحوا فين؟ وقال انا اتني وراه لحد ما يعترف على نفسه ويدفعهم من جيبه، يدفعهم من الفلوس اللي محوشها لامه هيبعتها له. انت تسرق ومراد يتهم عبده وقال انا ايه اكمل عليه. انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ ازاي؟ فاضل ايه بعد كده؟ الاختبار كان هيروح مني، مرضوش ياجلوه. كنت هستنى سنه بحالها. ده لما تروح الدنيا كلها متمدش ايدك وتسرق. انت بتسرق يا يسري؟ عوضك على الله يا خيريه في ولادك الاتنين. انا بكره الصبح هروح لخالي واقول له على كل حاجه. بكره الصبح؟ والراجل المسكين ده اللي مرمي في السجن هيستنى لبكره الصبح؟ لا يا ماما، عم عبده لازم يخرج النهارده. كده برضه يا يسري. انت السبب، ما انا قلت لك اديني السلسله ما رضيتيش. انت لسه هتقف تتكلم؟ امشي قدامي قدامي، غير الهلاهيل اللي عليك دي، نشوف لنا حل. بقى هو الموضوع كده. اديني قلت لك الحكايه من اولها لاخرها، ويسري ابنك اعمل فيه اللي يعجبك. عرفتوا؟ صدقتوا دلوقتي ان انا اتسرق مني 50 جنيه لحساب كنت بتقولوا صرفتهم وناسي. المهم دلوقتي الراجل ده اللي بات في السجن وهو مظلوم. قلت لكم ان عبده عمره ما يسرق، ده انا ذهبي وفلوسه قدامه، عمري ما لقيت اي حاجه ناقصه. مراد اطلبهم يا مراد، خليهم يطلعوه، ده مظلوم. انت اللي خليتيه نظلمه. ليه خليتيه يعترف على نفسه؟ ليه خليتيه يدفع من فلوسه؟ انا اصلي لقيتك بتنرفز، حبيت اريحك. ربنا يسامحني على كده بقى. يلا يا مراد اطلب المأمور. انا هطلب القسم مخصوص عشان يخرجوا عبده، انما الحرام الحقيقي لازم هيدخل السجن. انت هتعمل ايه؟ فريده ارجوكي مالكيش دعوه، دي مسائل خاصه بيني وبين اهلي ما تتدخليش فيها. تقوم تضيع مستقبله. هو ده ليه مستقبل؟ مستقبله مضاع ولازم يدخل السجن. علشان خاطري يا مراد. قول لهم انك لقيت ال50 جنيه متنطورين في اي حته. وبعد كده اهو يسري عندك، اعمل فيه اللي انت عايزه. اللي انا عايزه يدخل السجن زي اي مجرم. ما يهونش عليك، ده ابنك يا مراد. ابني يسرقني بعد ما اصرف عليه واربيه، يسرقني. المره دي سماح، اخر مره.
ما تتكلمي يا فريده. خلاص بقى يا مراد، معلش اصبر شويه، 5 دقايق بس وبعدين اتصرف. ولا دقيقه واحده، انا هطلب المباحث يجوا ياخدوه دلوقتي من البيت. معقوله يهون عليك تدخل ابنك السجن؟ مش ابني ولا التانية بنتي. انا بحمد ربنا ان انا ما عنديش اولاد، اول مره احس بالنعمه اللي اديها لي ربنا. خلاص اي حاجه انت هتقولها غدا هتسمعها، ويسري كمان هيسمع كلامك، بس ارجوك ما تبلغش فيهم المباحث. 3 سنين في الثانويه العامه، شوف اتصرف عليه قد ايه وفي الاخر ينجح لي ب 50%، وبعدين يسرق، ده يستاهل الجلد. اضربه اكسر رقبته، بس ارجوك ما تبلغش عنه، ده حتى كمان يا مراد مش كويس علشان سمعتك، ده كل الظباط عارفينك. يقولوا ايه ابن اخته سرقه. اوعي يا فريده اوعي. تعال اهو قاعد بره، تعال اعمل في اللي انت عايزه. تعال يسري، يا يسري. شوف يسري ده باين انه هرب لما سمعك انك هتبلغ المباحث. خلاص ما دام هرب انا هطلب المباحث يجيبوه من تحت الارض. اوعي يا فريده. لا ايه ده، حرام عليك. اوعي يا فريده حرام عليك، انت ايه ما عندكش رحمه؟ انا ما عنديش رحمه يا خيريه. طب اتصرف ازاي لو الولد عمل في نفسه حاجه؟ بناقص، ان كان ابنك ولا بنتك بناقص، قلتهم احسن. اتقي الله، حرام عليك بقى، دول لو كانوا ولادك كنت عملت معاهم كده. طولي بالك يا خيريه، جرالك ايه؟ خلاص يا خيريه، خلاص ربي ولادك زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك انا لا هعرفك ولا هعرفهم بعد كده. اعمل ايه دلوقتي؟ الاقيه فين؟ ادور عليه فين دلوقتي واحنا في نص الليل؟ هتلاقيه في البيت ان شاء الله، هترجعي البيت هتلاقيه. ما لقيتوش يا ماما، ما لقيتوش. رحت عند صاحبه اللي في الجيزه؟ ايوه. بس يا رب هيكون راح فين؟ يسري يا ماما اصحابه كتير، يمكن قاعد عند حد منهم. امين صاحبه اللي ساكن في الجيزه قال لي انه هيلف عليهم واحد واحد وبعدين يرد علينا. عملتها يا مراد؟ ده انا ياما اتحايلت عليك، انا دور وفريده دور وانت ما فيش فايده، اللي في دماغه لازم يمشي. قلت لك يا ماما خلي خلاص بقى واحد تاني، وصحتنا ما بقتش تهمه. مش فاهمه ايه اللي غيره، ده كان روحه فيكم. هقول فريده يا ربي، لا مش ممكن، قصده من الست، انا ما شفتش منها حاجه وحشه. لا يا ماما خلي يتغير بعد ما طلع على المعاش. تعرفي لو كان نبيل اتقدم لي وهو لسه في الخدمه ما افتكرش كان عمل كده. اخوكي، يمكن اخوكي. يا ماما يسري ماما فتيح ده تلاقيه بتاع اللبن. عايز تمشي يا عبده؟ ده بيتك. أنا كفاية عليا لحد كده يا هانم. أنا خدمته 15 سنة، دي آخرة خدمتي؟ معلش يا عبده، مراد تعبان شويه، واذا اتصرف غلط لازم كلنا برضو نعذره. عايز تمشي يا عبده؟ أنا أمي تعبانة ولازم أراعيها، هي أولى بيا. خلاص على راحتك، انا هدي لك مكافئتك تفتح دكان ولا حاجه. أنا مش عايز حاجة يا باشا، أنا عايز أمشي من هنا على خير. يا للدرجه دي متضايق مني؟ أنا مسامح يا باشا، وربنا يسامحنا كلنا. أنا عايز أرجع بلدي. براحتك، انا مش هقعدك غصب عنك، بس قبل ما تمشي عايز اقول لك حاجه. انا غلطت فيك وبعتذر لك. خلي بالك الكلمه دي كبيره قوي وانا عمري ما قلتها لحد، بس انت بعد 10 السنين دي كلها مش عايزك تمشي زعلان. حقك عليا. ما تقولش كده يا باشا، ده أنت اللي معلمني كل حاجة، ده أنت اللي خليتني بني آدم، ده أنا لحم كتافي من خيرك يا باشا. انت كمان خدمتني بإخلاص، بس أنا اليومين دول تعبان شوية. وهخدمك يا باشا وليا الشرف. طول عمرك أصيل يا عبدو. تبقى تقعد بقى يا عبدو، الاسبوع الجاي تاخد اجازه وتروح تشوف والدتك، ايه رايك؟ براحته يا فريدة، ما تقعدهوش غصب عنه. قلت ايه يا عبدو؟ عشان خاطري انا ماليش خاطر عندك. خلاص يا ست هانم، أنا حاضر والله. بعد ما قال الكلمتين دول لو كان ذبحني ذبح.
كده برضو يا نبيل؟ 15 يوم ما نشوفش بعض فيهم. اصل انا اليومين دول مشغول في الماجستير. عايز اقطع مرحلة قبل ما تبتدي الدراسة واتلخم في المحاضرات. ولا مشغول بفاتن؟ انا عايز اعرف هي بتجيلك ولا لا؟ ده موضوع مش من حقك تسألي عليه. فعلا عندك حق، انا غلطانه اللي بسأل على واحد زيك، ودي اخر مره هجيلك فيها. تعالي هنا. انت ايه حكايتك بالظبط؟ خدوهم بالسلطة يغلبوكوا. 15 يوم ما فكرتش تسأل عليا فيهم مره واحده تقول هي راحت فين؟ احنا اخر مرة كنا مع بعض اتفقنا انك هتيجي عشان ننزل نشتري الشبكة ونعلن خطوبتنا، وبعدين حضرتك رحتي وقطعتي مرة واحدة، وجاية دلوقتي كمان تتخانقي. طب اسأل، مش يمكن في ظروف؟ ظروف ايه؟ ظروف ايه؟ يسري ساب البيت من 10 ايام، مش لاقيينه في اي حته. يسري اخوكي؟ ايوه، ماما هتتجنن، انا خايفه يجرى لها حاجه. طب ما بلغتوش البوليس؟ يعني البوليس هيعمل ايه؟ وبعدين ماما خايفه من الفضايح. فضايح ايه بس؟ هو بنت؟ ولا عشان خاطر الباشا مش عايزين تبلغوا؟ صحيح، ازاي ابن اخت الباشا يبقى من الغايبين؟ خلي خلاص زعلنا معاه، لا لنا دعوه بيه ولا عدله دعوه بينا. ليست هذه الوقائع من وحي الخيال، ولكنها حوادث قمت بالتحقيق فيها، حوادث وقعت تحت بصري. يعني أنا شفت الحادثة وهي بتقع؟ لا يا مراد، ولكنها حوادث قمت بالتحقيق فيها. التحقيق دي ما احنا قلناها قبل كده. الو. يا فندم، الباشا موجود يا فندم. حاضر يا حاج شحاته، خليك معايا دقيقه واحده. تليفون يا سعاده الباشا. مين؟ الحاج شحاته يا فندم. الو، اهلا. ازيك يا حاج شحاته؟ اشتغل في ايه؟ في الكتاب اللي انا عايز اطلعه. طب دلوقتي؟ لا دلوقتي لا. انت قاعد عندك إيه؟ طول النهار؟ طيب انا هجيلك عشان عايز ادردش معاك شويه. دي المشكلة اللي مزعلاكي. طب ايه رأيك في اللي يجيب لك يسري؟ يا ريت يا نبيل. انا عارف يسري فين، في النادي الوطني. ما احنا رحنا له انا وماما هناك ما لقيناهوش. ما هو مش هيبقى موجود طول النهار، هيروح في ميعاد التدريب بس. احنا نعرف ميعاد التدريب امتى ونروح له على الملعب. مش يمكن ما بيروحش؟ مش ممكن، ده غاوي كورة. اصلنا سألنا عليه كذا واحد. ما هو النادي كبير يا غادة ومحدش يعرفه، اصله لسه جديد واللي زيه كتير قوي. احنا نطلع دلوقتي على مدير النادي ونسأل مين اللي عنده كشوف التدريب ونعرف ميعاده امتى ونروح له على الملعب. يا سلام يا نبيل، دي تبقى خدمة العمر، خصوصا ماما. يا سلام لو لقيتك جايبه لها وجاي. ان شاء الله، اصل ما دام واحد غاوي كوره بالشكل ده لا يمكن يتاخر عن ميعاد التدريب. يلا بينا. ايه اللي جابك هنا؟ وازاي يسمحوا يدخلوك؟ نبيل، انت شفته عندنا قبل كده في البيت لما كان بيديني الدروس. اهلا وسهلا. اهلا. اذا كنت جاي عشان ارجع مفيش فايده. انا جاي اتكلم معاك 5 دقايق بس. تعالى نقعد في الكافيتيريا بتاعت النادي. طب اغير واجيلكم.
انت قاعد فين دلوقتي؟ عند واحد صاحبي. مين؟ ما تعرفيهوش. ويخلصك برضه تسيبنا لوحدنا انا وماما؟ ده حتى خالك اللي كان بيسأل علينا خلاص ماما اتخانقت معاه علشانك. هي السبب، هي اللي غصبت عليا اروح عند خالي. انت عارفه بقى اللي حصل بعد كده. يسري، احنا جايين لك النهارده في موضوع تاني خالص. انا اتقدمت اخطب غاده ووالدتك وافقت، بس قالت لازم يسري يوافق. يسري ده عيل صغير بيلعب كوره، اللي يوافق على موضوع زي ده لازم يكون مراد بيه. يا سيدي ما قلت لك ماما وخالي اتخانقوا واتقطعوا بسببك. هم احرار مع بعض، هي اللي طمعته فينا من الاول. المهم لازم ترجع البيت دلوقتي. مش هيحصل. يرضيك برضه يا يسري اهل نبيل يجوا يخطبوني ما يلاقوش راجل واحد يقابلهم من ناحيتي؟ دلوقتي عرفتي ان ليكي اخ، قبل كده كان كل حاجه خالي خالي. احنا ما نستغناش عنك. انت ما تعرفش ماما حالتها ايه دلوقتي. انا خايفه يجرى لها حاجه من اللي بتعمله في نفسها. يسري، قوم بينا يلا نرجع. مش هرجع. عايزين مني ايه؟ ما تسيبوني بقى اشوف مستقبلي. يسري، انت راجل البيت دلوقتي ولازم تشيل مسؤوليتك في وقت زي ده. يلا يلا يا يسري، يلا 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 يا نبيل. يسري 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 ابن حبيبي، هانت عليك ماما تعمل فيا كده؟ ده انا قعدت بيك انت واختك بعد بابا ما مات، ما فرطتش بيكوا ابدا. على العموم حصل خير. خلاص يا ماما يسري عرف غلطته وهنبتدي من جديد. هو اللي هيبقى راجل البيت. انا مش هقعد يا غاده، انا جاي عشان احضر خطوبتك، بدل ما يقولوا اتخطبت من غير اخوها ما يحضر. انت كنت قاعد فين يا ابني؟ كنت بتاكل ايه؟ ده انت وشك خاسس قوي، ده انت وشك بقى قد اللقمه. انتوا السبب يا ماما، انتوا السبب، محدش فيكم عايز يفهمني. خلاص يا يسري خش دلوقتي غير هدومك وبعد كده نتكلم براحه. على فكره يا ماما نبيل هو اللي جاب لنا يسري، قعد يدور عليه طول النهار لغايه ما لقاه، هو اللي اقنعه يرجع البيت. ريحت قلبي، ربنا يريح قلبك يا ابني. الله، ايوه كده، ادعي لي الدعوه الحلوه دي احسن قلبي مش عارف يرتاح. لا يا ابني، كل اللي انت عايزه من عينيا الاتنين دول. انا مش ممكن هلاقي احسن منك لبنتي غاده. انت اصيل وابن حلال ودايما بتعرف الواجب. يا اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا مراد بيه، اتفضل. تأخرت عليا النهارده، خفت لما تجيش. هروح فين؟ انا مفيش حد بستريح معاه ولا حته بستريح فيها غير عندك هنا. ربنا يديم المعروف. ايه هنعمل ايه بقى يا شحاته؟ اهي ايام بنقضيها بالطول ولا بالعرض. الله، جرى يا مراد؟ ايه مالك؟ انت مش عاجبني اليومين دول. ايه يعني اللي حصل؟ سبت الداخليه؟ خلاص يا سيدي، انت كنت واخد منها ايه؟ مش حكايه شغل، صدقني انا مبسوط ان انا سبت الشغل. انا اللي مضايقني الناس بقدرة قادر تغيره مرة واحدة، القريب والبعيد. الدنيا لسه بخير، انت بس اللي بقيت حساس زيادة عن اللزوم. اتفضل يا سيدي، ادي ترخيص ب10 حتت سلاح للمصنع. جبته ازاي؟ انا ما جبتوش، انا قاعد هنا اول امبارح بعد انت ما مشيت على طول، لقيت مين داخل عليا؟ العميد عبد الوهاب. العميد عبد الوهاب مين؟ مدير بحث القاهرة؟ ايوه، جايب نفسه هنا لحد المصنع، شاف المستندات اللي عندنا وتاني يوم كان بعت الترخيص. غريبة، ما عملهاش من الاول ليه؟ لما لقاني كلمت الرائد علوي وخاف لحسن ازعل. ده الراجل قاعد يعتذر ويتأسف ويقول لي مراد بيه ده أستاذي،
انا مش عايزه يزعل مني. على فكره يبقى اطلبه في التليفون علشان تشكره. ان شاء الله. كويس. ده اداك الترخيص ب10 قطع سلاح اهو زي ما طلبت. بس المهم الناس اللي هتستعمل السلاح ده يا شحاته لازم يكونوا متدربين عليه كويس ويعرفوا الحالات اللي هيستعملوه فيها، والا هيجيبوا لك مشاكل بعد كده. ان جيت للحق انا مش تعبني في المصنع ده غير حكايه الامن والحراسه. انا عندي يوماتي 150 جنيه خساره من تحت راس الحكايه دي. ازاي الكلام ده؟ الخامات اللي في المخزن بتتسرق والانتاج اللي بيطلع بيتسرق. ده لسه الاسبوع اللي فات ماسكين 2 عمال طالعين ب8 دسة فانيلات، وقبلها انا ماسك بنفسي عيل طالع ب5. يا ما هو انت المفروض يبقى عندك نظام تأمين كامل جوه المصنع ونقط حراسة بره، وكل واحد يتحدد واجباته ويبقى مسؤول عنها. انا عملت نظام كده على قد فهمي، عايزك تبص عليه. لا ما ينفعش دلوقتي، ما اقدرش اقول رأيي. لازم اشوف المصنع حتة حتة واشوف حركة الانتاج من اول ما بتدخل الخامات لحد ما تطلع. طب ايه رأيك ما تقوم انا وانت دلوقتي نعمل لنا لفة في المصنع؟ يلا ما فيش مانع. مراد اتأخر كده ليه؟ أحط لك نتعشى أنا وأنتي؟ لا 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 أنا مش جعانة، أما يبقى يجي على مهله. أخبار علاء إيه؟ لسه ما بعتلكيش جوابات؟ أبدا يا فريدة. هو يا ماما آخر مرة كان قايل لك إنه هياخد أجازة ويلف فيها أوروبا، ولما يبقى يرجع ألمانيا هيتصل بيكي. بقالي 1.5 سنة ما شفتوش، وبعدين لما ياخد أجازة يقضيها في أوروبا بدل ما يجي مصر. بكرة يجي بالسلامة إن شاء الله. هيتو قوليلي أنت عاملة إيه مع مراد؟ عايشة. معلش يا فريدة استحمليه اليومين دول. حكاية المعاش دي صعبة عليه في الأول، بعد ما كان بيشتغل ليل ونهار يلاقي نفسه فاضي كده خالص. احنا بقالنا مدة يا ماما وكل ما ده حاله بيزيد. ده قرب يقاطع الناس كلها، حتى خيرية وولادها اللي كان روحوا فيهم مبقاش طايق يسمع سيرتهم. تعرف يا فريدة مراد ده مش هينصلح حاله إلا ما يشتغل، طول ما هو فاضي هيفضل بالحال ده. يا ماما قلت له كم مرة، يقول لي بعد ما كنت مدير الأمن العام أروح أشتغل في شركة يطلع لي واحد ما يسواش يقول لي جيت إمتى وخرجت إمتى. احنا يلزمنا 5 نقط حراسة حوالين المصنع، ده غير نقطة البوابة الرئيسية. ده كمان نسيت السور. السور ده مهم قوي، في ناس بتستنى بره والعمال بيربطوا بالحاجة من فوق السور. لا لا السور ده احنا مش هنحط عليه نقط حراسة، احنا هنعليه. التكاليف هتبقى اقل بكتير من نقط الحراسة. الله ينور عليك، اهو ده الكلام. المهم دلوقتي نحدد الافراد اللي هيبقى السلاح في عهدتهم ونوزعهم على نقط الحراسة. طب بسيط، انا عندي كشف اهو باسماء العمال المكلفين بالحراسة. بنادر علوة. بنادر ده اسمراني شوية وكتافه عريضة. ايوه. طويل، هو اطول منك وعنده علامة هنا تحت عينيه. ايوه. اشتغل عندك ده ازاي يا شحات؟ ده عنده اكتر من 30 سابقة سرقة. الولد ده انا فاكره كويس. عشان كده مش عايز يجيب الفيش والتشبيه، انا طلبت منه اكتر من مرة. اللي يتعينوا في الامن والحراسة يا شحاتة لازم تبقى مطمن لهم قوي، ولا عايز تمسك القط مفتاح القرار؟ ما انا قلت لك ان موضوع الامن والحراسة عندي في المصنع مش ولا بد، علشان كده انا متكل عليك. انا هجيب لك الكشوفات بتاعتهم وانت تشوفهم بنفسك. لا دلوقتي ما ينفعش، وبعدين الموضوع مش بس للافراد، لازم تبقى في خطة كاملة لتأمين المصنع بالنسبة للحريق وبالنسبة للسرقة وبالنسبة لإصابات العمل. طب على العموم بسيطة، تتعشى معايا النهاردة هنا
وبعد العشاء نتكلم في ده كله. لا النهارده ما ينفعش، حماتي عندي في البيت. ده انا اتاخرت قوي. اقوم انا بقى دلوقتي وابقى اجي لك تاني. بقول لك ايه يا مراد، ما تسيبنيش لايص كده يا حبيبي. ده انا حطيت دم قلبي في المصنع ده غير السلفيات المتلتله اللي خدتها من البنوك. خليك انت في الانتاج بتاعك يا شحاته. اما الامن والحراسه انا هريحك من ناحيتهم خالص. اسوره تزين ايد العروسه. ربنا يتمم بالخير يا رب. انتوا برضه ناويين على يوم الخميس؟ ما احنا متفقين مع امها واخوها على كده. يا بابا مفيش مشكله، واذا كان على مراد بايه هو دلوقتي مقاطعهم وهم مقاطعين، وبعدين اخوها موجود واخوها وامها موافقين، كفايه قوي. دي العروسه الدنيا مش سايعاها. لو شفتها وهي بتنقي الشبكه زي القمر. ربنا يحميها لشبابها. مبروك يا نبيل، الف مبروك يا ابني. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. المهم تكون انت مرتاح بالشكل ده. انا مش عاوز اعمل حاجه تضايقك. اتضايق؟ ده يوم المنى يا نبيل. بس انا كان نفسي. اتكلم يا بابا، كان نفسك ايه؟ كان نفسي يعني ندي خبر لخالها، ما تبقاش الحكايه في السر كده. خالها لو عرف بالموضوع هيفشكله. احنا قلنا له مره واتنين وهو اللي ركب دماغه. يعني بنت اخته تلبس الشبكه وهو ما عندوش خبر؟ يعني يا بابا انت هتكون اكتر من امها ولا اخوها؟ ده موضوعهم، يقولوا لخالها ما يقولوش، هم احرار. ما هتبقى في وشي انا برضو يا نبيل. ده راجل انا خدمت معاه العمر كله وله دين في رقبتي. انا ما انساش ابدا اللي عمله معايا. ده لولا هو ما كنتش انت كملت علامك ولا بقيت في اللي انت فيه دلوقتي. واحنا ملناش غير الحكايه دي، ما قلتها لي 100 مره. يعني لازم تكسر بخاطره وهو جاي يفرجك الشبكه بتاعته؟ يعني عايزاني اجوز ابني لبنت اخته من وراه؟ اهلها راضيين بكده، لكن انا بقى ما ارضاهاش. وهو له عندك ايه دلوقتي؟ يقدر يعمل لك ايه؟ انت على المعاش وهو على المعاش. لا، له عندي كتير يا نبيل، وانا مش عايز اطلع راجل قليل الاصل. الراجل ده كرمني كتير طول مده خدمتي. احنا في مره واحنا في الزقازيق، كنت انت لسه ما وصلتش 5 سنين، دخلت المستشفى عشان اعمل عمليه. فاكره يا نجيه؟ ما سابنيش ولا يوم، وكان كل يوم بيجيب لي دكتور شكل. انت ايه اللي يريحك دلوقتي؟ بلاش الخطوبه، خلاص نأجلها، نلغيها. لا يا نبيل، لا يا ابني، خلي كل حاجه في ميعادها. بس انا لازم اروح له عشان اديله خبر. يلا يا غادة. يا ماما بس. معقول يا غادة؟ لازم نقول له، ده في مكانة أبوكي برضه. معقول تتخطبي من وراه؟ يا ماما يا ماما هيقول لا، والميعاد المرة دي بقى لا يمكن يتأجل. طيب نقول له إن الخطوبة الخميس الجاي. إيه رأيك يا يسري؟ لا يا ماما، لا، انا مش هروح له ومش هدخل بيته تاني ابدا. ده خالك يا يسري، وانت اللي غلطان في حقه. انا مش هروح يا ماما، واذا كان على 50 جنيه انا هحاول ادبرهم باي طريقه وابعتهم له. خلاص خليك انت. نروح انا وانت يا غادة، يمكن ربنا يهديه ويحضر، بدل ما نبقى قاعدين ستات كلنا قدام اهل العريس. هو انا مش راجل ولا ايه يا ماما؟ ولا انتوا بقى مش حاسبيني راجل؟ لا يا حبيبي، انت سيد الرجاله. لا بس هو برضه كبير العيله برضه. طيب روحي انت وغاده وانا مستنيكوا عشان نتفق على الترتيبات كلها. ده فاضل كام يوم. يلا يا غادة نروح علشان نلحق نرجع بدري. يا ماما يا ماما، ده هيقعد يزعق ويتخانق، ومش بعيد يبعت يجيب عم حسين يبهدله هو كمان. معلش يا حبيبتي، احنا نعمل اللي علينا، وما تنسيش انه طول عمره كان واقف جنبينا، ما قصرش في حقنا، ومعاكي انت بالذات يا غادة. يا ماما انت فاكره اني مبسوطه اني مزعله خالي مني؟ بس هعمل ايه؟ هو اللي غلطان في حكايه نبيل. كلمناه كتير وتحايلنا عليه كتير. معلش المره دي اخر كلام، مش يمكن يوافق. كده برضه يا مراد تمشيهم زعلانين. فريده ارجوكي، انا مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده. دي اختك وبنت اختك. انا ماليش اخت ولا اولاد اخت. برضه ما يهونوش عليك. تحدوني، خلوا حسين السواق بتاعي مشى كلامه عليا. حسين ملوش ذنب يا مراد، ما تظلموش. الراجل جالك وقعد يتحايل عليك. يجوزها لابنه من غير ما يقول لي؟
يتفق معاهم ولا كأن ليا اعتبار؟ يا سلام. صحيح أنا كل يوم بشوف في الدنيا دي حاجات جديدة وبتعلم حاجات جديدة. كل الناس اللي ساعدتهم وأكرمتهم، كل الناس اللي كان لازم يردوا لي الجميل، هاجموني وتحدوني. الدنيا لسه بخير يا مراد، انت بس اللي بقيت حساس زيادة عن اللزوم. يا سلام لو يرجع الزمان. يا سلام. كنت غيرت حاجات كتير قوي. أول حاجة ما كنتش اشتغلت في البوليس، ما كنتش عرفت الناس دي كلها، حتى أنا ما كنتش ضيعت شقاية وتعبي على خيرية وولاد خيرية. صحيح، اتقي شر من أحسنت إليه. ايه يا ماما؟ عملتوا ايه؟ خالك مش موافق، حلف 100 يمين ما يدفع قرش لا بجهازها ولا بجوازها. انا مش عايزه منه حاجه. انا اللي مزعلني انه قاعد يزعق ويتخانق وقال كلام ملوش لزوم قصاد مراته. وحر بقى، احنا لحد كده عملنا كل اللي علينا. ما كنا استنينا شويه يمكن يوافق. استنى تاني، يبقى احسن نأجلها خالص. ونأجلها ليه؟ هو انا مش اخوها وراجل البيت؟ الخطوبه ان شاء الله يوم الخميس الجاي. خلاص اللي تشوفوه اعملوا اللي يريحكم. احنا يا ماما مش هنعمل حاجه كبيره، يا دوب اللي هيجوا نبيل ومامته وباباه 3، وانتي اذا كنتي هتعزمي ست فوقيه والست سميحه كمان لانه ما يصحش زي بعضه. وانا عايز اعزم الكابتن فوزي، الكابتن بتاعنا. الكابتن بتاعك اللي خيبك منه لله. انا خايف برضه يا ماما، ده انا واخد 40 جنيه في الشهر ولسه. طب استني على ابنك كده سنه ولا 2 وشوفي ابنك ده هيبقى ايه. والله يا ابني انا ما كنت عايزه 40 ولا 1000. انا كان نفسي ومنى عيني انك تكمل الجامعه. يا ماما ما حدش عارف الخير فين. المهم نتكلم دلوقتي في الحاجات اللي هنجيبها. الناس اللي هيجوا دول هنقدم لهم ايه؟ انا عايز حاجه عليها القيمه قدام الكابتن فوزي. نبيل هيجيب تورتايه كبيره واحنا نجيب الجاتوه والشاي. وانا هدفع لكم 30 جنيه من عندي، تزودوا الحاجه شويه. هم اللي هيجوا هيكون عددهم كام؟ احنا نحسب اللي قلنا عليهم. وانا عايز اعزم بنتين من الكليه، ونبيل كمان عايز يعزم الاستاذ بتاعه اللي بيعمل معاه الماجستير. يعني احنا نعمل حسابنا على 11 كده. طيب زودوا العدد 1 ولا 2، مين عارف؟ يمكن خالك ربنا يهديه ونبص نلاقيه داخل علينا. خيرية قالت لي على كل حاجة. وسعادتك يا باشا مش هتكبر خاطر الناس الغلابة دول وتشرفهم؟ دول 2 ولادك يا باشا، غادة ونبيل. متشكر يا حسين انك جاي تقول لي، بس انا ليا موقف في الموضوع ده ومش هغيره. انا كل اللي يهمني يا باشا مش عايز سعادتك تزعل مني. وانا رضايا ولا زعل يهموك في ايه؟ مراد الشرقاوي خلاص ما بقاش مدير الامن العام، ده على المعاش. انا مش قليل الاصل يا باشا عشان تقول لي كلمه زي دي. ده انا خدمت معاك 25 سنه وسعادتك عارفني كويس. والاخر تحدتني، مشيت كلامك عليا. لا يا باشا، ده انت طول عمرك تشكر في نبيل وطول عمرك خيرك عليه، ودلوقتي الحمد لله ربنا كرمه والفضل لسعادتك وبقى معيد في الجامعه. حكايه ان ابوه عسكري دي هو ملوش ذنب ابدا فيها. جرى يا حسين، انت جاي تديني دروس ولا ايه؟ العفو يا باشا، العفو. ده انا جاي استسمحك. انا كل اللي يهمني مش عايز سعادتك تكون زعلان مني. انا يا باشا ما فيش في ايدي حاجه ابدا اقدر اعملها. غادة موافقه وامها موافقه ولاد عايزها. قول لي سعادتك انا اقدر اعمل ايه؟ مش قادر اقف فيها. على العموم الغلط مش غلطك. ما فيش غلط ولا حاجه، وبكره ان شاء الله ربنا يسهل ونيجي كلنا نستسمحك في البيت. زي القمر يا أرض، احفظي ما عليكي. ايه رأيك يا ماما؟ مش عارفه ماما، انا شايفه ان الحته الشعر دي اطول من هنا، فانا لو اخدتها لك شويه شعرك هيتسوى ووشك هيتدور. يا ماما بعدي عني،
ايه اللي انت هتعمليه؟ مش كفايه اللي عملتيه في مرات خالي؟ ايه اللي عملته فريده؟ يوم كانوا مسافرين البحر الاحمر، اول ما اتجوزوا ساعه ما قعدتي تقصي لها شعرها وانت بتزوقيها. كنت بتزوقي فريده يا خيريه وتقولي لي وانتي ازوقها؟ ايوه. ازوقها ده ايه؟ ابدا، دول اصم كانوا مسافرين الغردقه وانا حبيت اعطلهم بقى من غيظ يا فوقيه. طب يلا اطلعي اقعدي بره مع المعازيم وانا هجيلك مع غاده. ما يصحش نسيبهم لوحدهم يا خيريه. مش عارفه، انا شايفه بقى ان الفستان ده واسع شويه، عايز يتضيق كده حبتين. لا يا ماما، هو عاجبني قوي قوي كده. يا حبيبتي ده مش هياخد حاجه، 5 دقايق اخلصهولك. يا ماما ارجوكي بقى. تعالي بس. ارجوكي ارجوكي يا خيريه، ارجوكي ما تبوظيش الليله دي، خطوبه بنتك وترجعي تقولي بعد كده ليه يا ربي عملت كده. انا ما عدتش اتدخل في حاجه ماليش فيها. صحيح انا بقول كده. مبروك يا غاده، ولو ان برضه الفستان بتاعك واسع. يلا يا حبيبتي، المعازيم مستنيانا بره. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. العروسه اتاخرت قوي يا طنط. لا ابدا يا نبيل، انت بس اللي دايما مستعجل. ما حاجه تستاهل، ربنا يكتب لهم السعد. متشكره نبيل. خلي بالك من غادة يا نبيل. هو نبيل عايز وصاية انت اللي توصيها عليه. غدا في عينينا كلنا يا ست خيريه، إيه ده بنت الاصول. متشكره قوي يا اسطى حسين. ايه يا بابا، مبسوط ولا ايه؟ اكتر من كده انبساط. يا سلام، ده انا لو بعرف ازغرط. لا، الزغروط لما تبان العروسه. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. تعالي جنب عريسك. انت فاكر ست فوقيه اللي اول ما جيت تطلبني طلبتني منه؟ انا اول ما شفته قلبي انفتح له. مش قلت لك يا خيريه؟ ربنا يتمم لهم بالخير. يا رب. ما يلا يا نبيل، لبسها الشبكه، مستني ايه؟ اتفضلي يا غاده. اساعدك. مبروك يا غاده. الله يبارك فيك. ما تلبسها الاسوره رخ. ما انا قلت لك من ساعتها القفل بتاعها مش مظبوط. بسيطه، نوديها للساغ يعملها كويس والبسها لك بكره عشان تبقى خطوبتنا يومين مش يوم واحد. قوم يا نبيل، فرجهم الشبكه اللي انت جايبها، قوم وريها لهم. لا 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 لا، الشبكه الناس لازم تشوفها في ايد العروسه. لما القفل ده جرى له ايه؟ ما كان بيفتح ويقفل كويس قوي. انا متهيالي يا طنط ان الكليبس ده عاوز ينضغط عليه شويه. وريني يا نبيل. لا يا يسري، اقعد انت بقى، ما بتفهمش في الحاجات دي. وريني يا نبيل، وريني. بس عرفت فيها ايه؟ انت عارف محتاجه لايه؟ خبطتين كده القفل ده يتفتح على طول. خلاص يا ماما، احنا هنوديها للسايغ. سايغ ايه يا حبيبتي؟ دي مش محتاجه سايغ ولا حاجه، ثانيه واحده انا هصلحها لك. اقعدي يا خيريه، رايحه فين؟ خيريه ايه؟ ربنا يتمم بخير. انما ما شاء الله الاسوره حلوه قوي وتقيله. دي قطعت 500 جنيه. ان شاء الله تكون ب1000 برضه شويه على غاده. متشكره قوي يا عم حسين. انا فرحان النهارده قوي يا غاده، اغلى امل عندي اتحقق. مالك يا غاده؟ سرحانه في ايه؟ ولا حاجه، عن اذنكم. مش مهم تفتحيها يا خيريه، يتفرجوا عليها كده وبكره نعملها. انت كسرتيها يا خيريه. يا نهاري، كسرتي ايه يا ماما؟ ده غصب عني يا غاده. دي زي ما تكون كانت متلصمه، انا يا دوب بدب المقص فيها لقيتها طلعت في ايدي. يا ماما حد قال لك اعملي فيها حاجه؟ معلش يا بنتي،
دي عين وصابت، والحمد لله انها جت على كده. ما الناس نازله قر فينا. طب وبعدين الناس اللي جايين يشوفوها دول هوريها لهم مكسره؟ اعمل ايه بس دلوقتي يا رب؟ هقول يا ماما حتى شبكتي مش قادره تعتقيها. انت من اول الليل ماسكه المقص وناويه على نيه. اعمل ايه بس يا ربي؟ انا كل ما اجي اعمل حاجه كويسه انا اجيلها، لكن خلاص انا ما عدتش اتدخل في حاجه ماليش فيها ابدا. صباح الخير يا مراد. صباح الخير يا فريده. يعني صحيت بدري النهارده؟ ما هو انا كده لما يكون في دماغي حاجه الاقي نفسي قمت بدري علشان اخلصها. الكتاب برضه اللي ناوي تنشره؟ لا، الكتاب انا خلصت منه الفصل الاول بس مش هكمله دلوقتي. انا بشتغل دلوقتي في المصنع بتاع شحاته، بعمل له خطه كامله لحراسه المصنع وتامين الانتاج. انت لسه ما خلصتوش؟ ده انت بقالك يومين فيها. الله، انت فاكراها حاجه سهله يا فريده؟ تامين مصنع زي ده محتاج اعتبارات كتيره جدا لازم نراعيها. انا دلوقتي عملت له اجراءات تتنفذ فورا وخطه تتنفذ بعد كده على مراحل. على العموم مش خساره فيه، الحاج شحاته راجل يستاهل. جدع، ده زعل مع فكري علشاني، رفض ينشر اعلاناته في الجورنال بتاعه. مش فكري راح له عشان يصالحني عليه؟ قال له لو مراد سامحك انا مش هسامحك. انا بحس ان الراجل ده هو الوحيد اللي بيسأل عليك من قلبه. طول عمره جدع وابن حلال، عشان كده انا عايز اساعده في المشروع بتاعه. المصنع كويس في كل حاجه يا فريده الا الامن والحراسات. انت اي حاجه من ناحيه الامن بتهتم بيها وتلاقي نفسك فيها. مش 30 سنه يا فريده، عمري بحاله وانا بشتغل في الامن. على العموم الحمد لله انك لقيت حاجه تحبها وتنشغل فيها. الحكايه كلها اسبوع بالكثير، حواري شحاته هيعمل ايه واتابع معاه التنفيذ كل يوم وخلاص بعد كده. الله يفتح عليك، اهو شوف ما فاتش اسبوع واحد والعمليه ابتدت تتظبط. ده لسه بقى لما نستكمل النظام بتاعنا ونعين بقيه الافراد اللازمين لمراقبين الامن. انا هعمل لهم اعلان من بكره. ابعت لي عبد السميع. اهم حاجه في اي مؤسسه يا حاج هي الحراسه والتامين. وده عايز كلام؟ طب ده احنا كان عندنا عجز 25 كيلو خيط كل جمعه، ده غير الخامات التانية. احسب اللي خارج من المخزن واحسب اللي داخل في التشغيل الاقي 25 كيلو 30 كيلو. الحمد لله الاسبوع ده مفيش غير 5 بس. احنا لو مشينا النظام بتاعنا زي ما انا عايز مفيش حاجه ابدا هتنقص. بس انت كمان ما تبخلش، عندنا عجز في الافراد. احنا محتاجين 6 افراد يتعينوا كمراقبين امن. انا موافق على اللي تقول عليه يا عبد السميع. ايوه يا حاج. انا عايزك تنزل اعلان بكره ان شاء الله، مطلوب 6 افراد يعملوا كمراقبين امن في المصنع بالشروط اللي يقول لك عليها سعاده الباشا. انا اللي يهمني القرايه والكتابه، والسن ما يزيدش عن 30 سنه، ويكون ادى الخدمه العسكريه. حاضر يا سعاده البيه. سيادتك يا حاج عاوز ننزل الاعلان ده لوحديه ولا ننزله مع الاعلان بتاع الموظفين التانيين؟ هو الاعلان التاني لسه ما راحش لغايه دلوقتي؟ ما حضرتك يا حاج قلت ننزل الاعلان ده يوم الجمعه، اذا كان كده ننزل معاه الاعلان بتاع مراقبين الامن بالمره. هو الاعلان معاك؟ ايوه يا فندم. اقرا لسعاده الباشا. مطلوب فورا لمصانع شحاته للنسيج بالسيده زينب الوظائف التاليه. اولا مدير للمصانع مؤهل جامعي وخبره لا تقل عن 10 سنوات. ثانيا 4 دبلوم تجاره دفعات حديثه. حط لنا بقى ثالثا مراقبين امن بالشروط اللي قلت لك عليها. ماشي يا فندم، اكتبه على بعضيه واجيبه على طول. انت محتاج مدير مصنع ليه؟ ما تمشي انت نفسك على الاقل دلوقتي. والله انا عندي اشغال كتيره بره متعطله مع الجمارك ومع البنوك ومع الاستيراد، فقلت اعين مدير مصنع واطلع انا اشوف شغلي وهو يشوف المصنع. انا كان قصدي عشان المصاريف.
لما يبقى راجل كويس هيجيب قد اللي هياخده 10 مرات. ما هو المهم كمان تلاقي الراجل الكويس. انت عايز كفاءة وأمانة وإخلاص. ده المصنع كله هيبقى في إيده. طب ايه رأيك بقى ان انا لقيته؟ ومش ناقصني بقى غير ان ربنا يكرمني ويوافق. وما يوافقش ليه يا أخويا؟ إذا لقى مرتب كويس وظروف عمل مناسبة هيوافق. أكيد هيوافق. ما دام كده حط شروطك. حط شروطك زي ما يعجبك. المكتب ده هيبقى مكتبك، والكلمة في المصنع هتبقى كلمتك، والماهية اللي انت عايزها انا موافق عليها. انت بتقول ايه يا شحاتة؟ عايزني انا اشتغل عندك؟